الحمد لله. الاستمناء مبطل للصيام، والمقصود بالاستمناء هو استدعاء خروج المني بأي كيفية من الكيفيات. فلو استدعى خروج المني بكيفية من الكيفيات وخرج المني بطل صومه. أما خروج المني بسبب النظر أو بسبب الفكر، يعني لو نظر إلى محاسن زوجته ثم تحركت شهوته وأنزل، هل يبطل صومه؟ وكذلك لو فكر مثلا في محاسن زوجته وبسبب ذلك أنزل، هل يبطل صومه؟ هنا اختلف العلماء، منهم من قال أن صومه باطل، منهم من قال أن صومه صحيح، وخروج المني هنا بغير مباشرة فيشبه الاحتلام، ومنهم من قال أنه إن كان من عادته أن ينزل بسبب النظر أو بسبب الفكر بطل صومه، وإن لم تكن من عادته الإنزال لا يبطل صومه، ولا يخفى الاحتياط هنا. أما بالنسبة للاستجاءة، والمقصود بالاستجاءة اللي هو تعمد خروج القي أو طلب خروج القي، يعني لو طلب خروج القي بأن أدخل إصبعه إلى أقصى فمه فخرج القي، أو مثلا تعمد أن يشم رائحة كريهة فنزل بسبب ذلك القي، فهنا بطل صومه. والمقصود بالقي هو الطعام الذي يعود بعد مجاوزة الحلق ولو حتى ماء، وإن لم يتغير طعمه أو لونه. إذا تناول طعاما أو شرب شرابا ثم بعد ذلك عاد بعد أن جاوز حلقه عاد إلى فمه، هذا يعتبر قي. هذا يعتبر إيش؟ يعتبر قي. فإذا استدعاه يعني هو طلب خروجه متعمدا بطل صومه. أما إذا ذرعه القي فلا يبطل صومه، لكنه ينتبه لا يرجع شيء من هذا القي إلى جوفه. يروي لنا ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا يتنبه الصائم إلى أن الفم بعد القي يكون متنجس، ويجب عليه أن يطهره بالماء، يدخل الماء إلى فمه إلى أقصى الفم ويدير الماء في فمه ثم يخرجه. طيب، قال: أنا أدخلت الماء إلى فمي لتطهيره من أثر القيء أو من أثر الدم الذي يخرج في الفم، ولكن سبقنا شيء من الماء. إذا سبق شيء من الماء أثناء إدخال الماء إلى فمه أثناء المضمضة هذه لا يضر، ما يضر إذا سبقه، لم يتعمد خروج، إنما سبقه خروج الماء فلا يضر، سبقه دخول الماء إلى جوفه فلا يضر. والحمد لله رب العالمين.